السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في برنامج أريد حلا. البرنامج النهاردة بيعرض مشكلة. واحدة بتقول أنا متزوجة بقالي 10 سنين. مشكلتي إن زوجي أسلوبه وحش جدا معايا، وضرب وإهانة وقدام أولادي وقدام أهله، ودايما أكتشف إنه بيتكلم مع ستات وبيرجع يقولي معلش، مش هتتكرر تاني، وبسامحه علشان خاطر أولادي. وحتى مع ولاده أسلوبه وحش وبيضربهم، وطول فترة وجوده في البيت بيفضل ينتقد كل حاجة بنعملها أنا وولادي. وكل ما أقوله نفترق يقولي بالسلامة وسيب العيال، ومش هتشوفيهم تاني أبدا. وأنا طول الوقت بعيط من كلامه. وطول فترة جوازنا بحاول أتعايش معه واستحمل علشان خاطر ولادي ما تتبهدلش. بس حاليا ما عندش قادرة من اللي بيعمله فيا واستحمل اسلوبه، ولا بقيت قادرة اكمل معاه، لانه هو زاد فيها قوي. لان ما عادش حد يقف قدامه، لو حتى قاله نصيحة ما بيسمعش الكلام ويقول انا براحتي. ولو بوقفه عند حده حتى ما مش عارفة اوقفه. اعمل ايه بالله عليكم؟ افيدوني بالله عليكم. هي الشكوى بتقول والله العظيم انا ما بقيت قادرة استحمل عمايله، لان اهله كمان متحكمين في حياتنا، بحكم اني عايشة في بيت العيلة وعايشة في نكد وذل وإهانة في كل ناحية. وأبوه كمان يعني بيكلمني كلام وحش. وكل ما أفكر أمشي أقول همشي عشان خاطر الولاد، اللي هيمشي هعمل إيه؟ وقولولي اللي هيمشي يسيب البيت مع السلامة، والأولاد أولادنا، ويرجع تاني يسيبني وأنا مش عارفة أعمل إيه. أفيدوني بالله عليكم، أريد حلا. أشكركم جدا على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام. ودي مشكلتي، أرجو منكم تفيدوني بالحل، عشان خاطر أنا تعبانة جدا من زوجي ومعاملته ومعاملة أهلي، وبعد عني كل شوية، وبعدين أهنت وأفيدوني. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.